السلام عليكم شباب. في حال عدم ربط الداتا شو على الحاسبة نقوم بالخطوات التالية عن طريق كيبل على HD. هاي تبع الخطوات. الخطوة الأولى نجي كنك الحاسبة، على أي مصدر إيرث لينك أو شبكة الهاتف، أي مشكلة ماكو. مجرد ما ندخل ننتظر التكنيك ثواني. بعد ما كملنا تكنيك الحاسبة نجي على الجهاز، بالتأكيد رابطين HD مع جهاز الداتا شو. نعطي كليك يمين على مانج، انتظر شوية الحاسبة ثقيلة. انتظرنا هذه القائمة، نروح ديفايس مانجر، ضغطة واحدة نجي على ديسبلاي ادابتر، نعطي كليك يمين نشوفها محدثة او لا. ابديت، نعطي سيرش، ننتظر شوية لما يحدث ونرجع لكم. قد شوية تأخر التحميل مال داونلود، لازم تحاولون أكثر من مرة وبعدها راح تطلع بهاي النتيجة. ننتظر لما يحمل آخر شي ونبدي بالتعريف الباقية. راح نوقف الفيديو على مود يطول الوقت، بعدها تطلع هذه الواجهة. كذلك ننتظر وقت قليل لما يتم التحميل بشكل كامل. بعد ما تحدث كامل يطلع بهذه الطريقة. انتر HD جرافيك، نعطي كلوز. هسه نروح الى other device، نحدثهن كليك يمين واحد هذني update driver كالعادة. search automatically، ننتظره لما يحدث. هذا التحديث سريع شوية لأن أهم شي هذاك الأدابتر تم التحديث. هسه مثل ما تشوفون، مثل ما تلاحظون تعرف جهاز الداتا شو على الحاسبة وعرض لنا الشاشة. نجي نعرف باقي التعريفات. كالعادة كليك يمين ابديت، نعرف كل التعريفات للأخير وتكون بذلك شغلت كافة التعريفات للداتا شو. الشباب ملاحظة أخيرة، خف هذا تجي هنا ما يحدث عندك، تنطي ابديت ويتأخر عندك كلش. تلغي، تجي أول شي على هذا البورد كام، تنطيه ابديت تحذف هذا، نوك ترجع تحدث هذا راح يحدث عندك طبيعي إن شاء الله. شكرا جزيلا.